واقف لوحدك عند قسم الجزاره ليه؟ انا وعدتك ان كل الجديد هوريه لك عند الدهان. اتفضل معايا. هننزل السلطات الاول، والنهارده هاكلك حاجه جديده هي في كل بيت مصري، كل بيت بيعشقها، بس في الدهان هنقدمها لك بطريقه تانية خالص. دي بقى المفاجاه اللي انا قلت لك عليها. اكشف، يعني انزل كله بعد كده ناكل. هناخد معاها المشويات بتاعتنا. خليك تكتشف انت ولا اكتشف انا؟ اكتشف انت عشان تقول لي، عشان دي فزوره. اتفضل. لا معلقه. يلا نكتشف. مسقعه بالبشاميل. دي المسقعه بتاعت الدهان بالخلطه بتاعتنا، بس احنا دلعناها شويه وخليناها بالبشاميل. شفت كميه اللحمه المفرومه اللي فيها؟ انت ممكن تاكلها بالعيش. ايوه كده، هو ده الاكل المصري. تتاكل كده مع البتنجان المخلل والبابا غنوج كده. طبعا المسقعه تتاكل مع المشويات، مع الفراخ، مع اي حاجه من منتجات الدهان، هتوديك في حته تانية خالص. شوف شكل الطرب بتاع الدهان. جرب الكباب، اتفرج على قطعه اللحمه عامله ازاي. جربها بالبابا غنوج كده هتعجبك. طبعا مش هكلمك على الكباب ولا الكفته ولا الطرب، انت عارفهم طبعا وعارف ان هم مميزين عن الدهان. ايه رايك في الاختراع الجديد بتاع الدهان؟ نجرب الكريم بورليه المميز بتاع الدهان، متكرمل طبعا بالسكر. انا عايزك تخبط بالمعلقه كده، تسمع صوت كده حلو كده. خبط، سامع الصوت ده؟ جرب وقول لي ايه رايك. مميز. جرب زيك. ايه رايك في الصوت ده؟ تنورتني النهارده، ونتقابل ان شاء الله كل جديد مع الدهان. ما تنساش بقى تنزل ابلكيشن الدهان.